السلام عليكم ورحمة الله. صبحتكم بالخير وبالربح ومسيتكم بالهنا وراحة البال. الخبز بالزيتون من المخبوزات اللي نحضروها في رمضان. انا شخصيا ما نشفاش فات عليا رمضان وما حضرتش فيه الخبز بالزيتون، لانه العائلة تحبه بزاف وتطلبه بقوة. في كل مرة نلقى الزوج داخل عليا بالزيتون، زيتون ايفيلي. واذا ما درتوش ولا طولت غير شويه برك باش نديرو، نلقى الراجل داير شنافه وغير ندير القطن في وذنيه. تبعوا معايا. نستحقوا كاس ونص حليب دافي، ولكن انا واش راح ندير؟ راح نحط كاس نتاع حليب دافي والنص كاس راح نديرو لبن. هذا اللبن واش قصته؟ ما شربناهش وما حبيتش يخسر يروح ضياعه، يبقى راح نحضر به المخبوزات ويجو واحد الهشاشه واحد الطراوه. نظن راكم مجربين المخبوزات والخبز باللبن وعلى بالكم. اذا درت كاس نتاع حليب دافي ونزيد عليه نص كاس نتاع اللبن. صاي فهمتوا؟ ما عندكش اللبن ديري كاس ونص حليب دافي. عندي مغرف كبيره تكون معمره مليح نتاع الخميره نتاع الخبز، خميره الخبازه، ومغرف سكر، ونزيد عليهم نص مغرف نتاع خل، وست مغارف كبار زيت الزيتون. نخلط هذه المكونات مليح بيديك ولا بالفوي، ونزيد عليهم 500 غرام فارينة اللي هي أرطل، واحد المغرف صغيرة تكون معمرة مليح من الملح، ونلمو. وتحصلت على هذه العجينة اللي راكم تشوفوا فيها يابسة قاصحة. أنا إكس بخير خليتها لكم هكذا. بزاف يسقسوني ما يعرفوش القوام نتاع العجينة، سيختو في المطلوع وفي الخبز يخلوها يابسة. ما راحش يجيكم الخبز مفشفش وطري، راح يجيكم بالداخل ثقيل، ما يجيش مهوي. يبقى شوفوا معايا، العجينه لازم تكون بهذا القوام. انا راح زدت عمرت واحد الربع كاس نتاع ماء، ماشي حليب، ربع كاس نتاع ماء دافي، ونزيدو غير بشويه بشويه. ونراني نعجن كما راكم تشوفوا، راني نخبط كل مره نزيد شويه نتاع ماء وندخلو في العجينه حتى نتحصلوا على هذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه، تكون تتلصق في اليد هكذا. تضمني الخبز تاعك راح يجيك طري ويجيك هكا مفشفش، غير تحطي يدك عليه يهبط ويعاود يولي. ودروك نغطي العجينه نخليها تريح نصف ساعه، نعاود نولي ليها نمسح يدي بالزيت لانه العجينه راهي تتلصق. ديما مسحوا يديكم بالماء ولا بالزيت، ونكسر لها الخموريه، ونوجد كاس نتاع زيتون. تحبوا ديروا زيتون الاخضر ولا الزيتون الكحل، ولا ديروا ميلونج بيناتهم في زوج. وهنايا انتبهوا، لازم الزيتون يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني يكون بدرجة حرارة المطبخ. صحيح. وغسلوه ثاني بالك تنساو، غسلوه مليح وخلوه يستقطر، خلوه يتقطر، يعني قطروه من هذاك الماء عاد باش تزيدوه هنايا للعجينه. انا درت كاس، ندخل الزيتون كما راكم تشوفوا، ندخلوه مليح مليح في العجينه هكذا بالخبط. نعاود نغطيها ونخليها تعاود تريح واحد النصف ساعه واحده اخرى. جبت هنايا الصواني، خدموا باي سنيوات يكونوا عندكم في الدار ومالفين، يعني تحطوا فيهم الخبز يخمر. دهنتهم انا بشويه نتاع زيت ولا بزبده، ولا حطوا فيهم ورق الطهي. صاي اذا الصواني تاعك يلصقوا حطي فيهم ورق الطهي. ديما نمسح يدي بالزيت ونقطع هكذا خبزات. رطل الفارينه راح يدير لكم 3 خبزات هكذا، ونحطهم هنا في السنيوه كما راكم تشوفوا. الا ما حبيتوش ولا بالنسبه للمبتدئات تغبنكم هكا كي راهي تلصق في اليد، رشوا لو بلان دو طرافاي، يعني المكان العمل اللي راكم تخدموا فيه، رشوا فيه شويه نتاع فارينه وحطوا العجينه وقسموها قطعوها هكذا خبزات. صحيح باش تساعدكم. انا راني موالفه بالعجين. دوك هنا نبدا نبلاطي في الخبز كما راكم تشوفوا، يعني راني نقرص فيه نخبزو، والسمك يرجع ليكم كل واحد وكيفاش يحب الخبز تاعو. كاين اللي يحب فيه اللبابه يجيه سميك خشين، كاين اللي يحبوا غير هكا رقيق. انا ديما ندهن المخبوزات سواء خبز ولا اي معجنات ندهنهم بالبيض قبل ما يخمر.
اذا جبت صفار حبه بيض، زدت لها قرصه نتاع ملح وثاني شويه نتاع زيت، تقدروا تزيدوا لها ثاني شويه نتاع الحليب باش ندهنوا الخبز من الفوق. وكما راكم تشوفوا الخبز راه شارجي بالزيتون، يعني ما نشقاش نزينه من الفوق بالزيتون، غير وحده قطعته هكا صغير صغير كما راكم تشوفوا ورشيته من الفوق. وباش ينجح لك الخبز لازم تحطيه في بلاصه دافيه باش يخمر لك مليح، لازم الحجم تاعو يديفلوبا، انتبهوا لازم الحجم تاعو يتضاعف. ومن بعد تروحي تشعلي للفرن، تشعلي له من الفوق ومن تحت تسخنيه مليح، وهذيك الساعه تدخلي الخبز يطيب، تريقلي النار من الفوق ومن تحت، تريقليها وتدخلي الخبز. باش ينجح لك الخبز ولا اي مخبوزات لازم الفرن تاعك يتسخن مقبل ويتسخن غايه الغايه. وهاي لكم النتيجه، خبز خفيف طري والبنه بلا ما نحكي لكم. ترافقوه مع الشوربه. يعني واش نقول لكم، انا العائله تموت عليه تموت عليه تموت عليه، قد ما ندلهم يعني يقول لك درتي لنا قليل. هكذا بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، وان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين يدخل علينا رمضان بالصحه والهنا والعافيه يا رب يا رب، وحنا ملمومين وحنا بصحتنا. قولوا امين.